بلبن راجع من تاني اللي انا بسميه الرجل الغامض بسلامته. والله مش عارفه اضحك ولا اعيط، اعديها ولا افكر فيها. ما انا لو عديتها ده محتاج يفهم. انا كمواطن عامه ما يهمنيش هي البكتيريا طلعت ضاره ولا نافعه، اللي يهمني القرار. العطا رسي على ايه؟ بغض النظر بقى على انه فتح فوق ال 114 فرع متوزعين على محافظات انحاء جمهورية مصر العربية وخارج البلاد كمان، وكان بيقول ان هو بيجهز لفرعه في باريس حول برج ايفل. انتوا عارفين الايجارات هناك كان هيدفع المفروض كام الف يورو او كام مليون يورو؟ ما علينا، بس اللي علينا ان احنا نبدأ نفكر. الوعي. اي مواطن عادي مش لازم يكون مفكر ولا مثقف، اكيد لما يسمع كل ده يمرر الكلام للحظة على عقله هيبدأ يتساءل ويستفسر. ايه ده يا جماعة؟ من اين لك كل هذا؟ زي ما عمرو اديب سأله بالظبط وقال له، يعني كان رده بصراحة سو فاني وبيؤكد الجدل حوالين هذه الشخصية او الاشخاص او معرفش هم امبراطورية الرز بلبن دي يعني مين مؤسسها الاصلي. قال له احنا نجحنا واكتسحنا بالهوبا تيتو مامبو. حد فاهم حاجة؟ انا بقى ولله الحمد رأيي ورؤيتي في البراند دوت من اول ما فتح لحد دلوقتي ما اتغيرش، بغض النظر دلوقتي عن حوارات الغلق والكلام الفاضي ده. لو فكرنا دقيقة، شخص بيصرف عشرات الملايين، مش ملايين، عشرات الملايين على الدعاية السخيفة والتسويق المقزز، بيختار اسماء للمنتجات بتاعته. عيب يا جماعة. لجذب الشباب وجلب البنات دون النظر 1% للجودة والكواليتي. ده استحالة يكون نجاحه حقيقة، ده استحالة يؤتمن. كمان يوصل بيه الحال انه يعمل اعلانات توكسيك. الاعلانات غرض منه ايه؟ انه يدوس على اسياده الكبار في المجال اللي هم بدأوا في الكارير او في الكار ده من وانت في اللفة. بدل ما نحترمهم ونتعلم منهم بنخبط فيهم. طبعا لازم ينال عقاب طبعا. السؤال بقى اللي مش لاقي له اجابه، هو ليه كل ده؟ ليه الازعارينه دي كلها؟ ما كنتوا اتفاهمتوا مع بعض على الخاص؟ لازم الصياح على العام؟ لازم تصدعونا وتشتتوا تفكيرنا وتشغلونا؟ بس اللي انا متاكده منه في كده يعني ايه طاقه نور كده دخلت وانا بتكلم. بدات استشعر ان شريحه كبيره جدا من المجتمع بدا يبقى عنده وعي، وفي اعتقادي ان دي رسالة عامة من ربنا لينا كلنا قبل ما تكون بلبن نفسه، عشان نبدأ نفكر ونفهم يا جماعة.